السلام عليكم. وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيع لنا لمزيد من العطاء والتألق. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين ورب الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي قدر الأرزاق بقضائه وحدد الآجال ولا معقب لحكمه، وقسم الحظوظ لعباده ولا راد لما أراد. سبحانه من رضي بقضائه جرى عليه القضاء من ربه وكان له أجر على الرضا، ومن لم يرضى بقضائه جرى عليه القضاء من ربه وكان عليه وزر على عدم الرضا. الحمد لله المعروف من غير رؤية، الخالق من غير منصبة ولا تعب، خلق الخلائق بقدرته واستعظم الأرباب بعزته، وصاد العظماء بجوده وكرمه، وأرسل إلى الجن والإنس رسله فأمرهم أن يبلغوهم عن ربهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحمد لله الذي قال لنبيه محمد: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا في القبر ولا يوم البعث. أصحاب لا إله إلا الله إذا خرجوا من قبورهم ورفضوا التراب عن رؤوسهم قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله رب العالمين للإيمان مناديا وإلى الجنة داعيا وإلى الصراط المستقيم هاديا، فكان في مرضاة ربه ساعيا وبكل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا، فملأ الله الكون به وآما والتئاما ورحمة وسلاما. القائل صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأتباعه بل ولأمته جميعا: شيئان لا تقربهما الإشراك بالله رب العالمين والإضرار بالناس. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفدا لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. أما بعد، فيا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا لنستمد العون من الله رب العالمين ولنتأسى برسوله الكريم بالصبر على المصائب والابتلاءات، نقف أمام كتاب رب العالمين آخذين منه العبرة والعظة، حقيقة الدنيا من الآخرة، حقيقة الموت والعرض على الله رب العالمين، حيث يقول رب العالمين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أو يقول رب العالمين وهو يكمل لك القول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أو يقول رب العالمين في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أو يبين لك رب العالمين حقيقة الدنيا، وهو أنك ميت مهما طال بك العمر، أن ستذهب إلى الله رب العالمين. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا نظرت في تلك الآيات السابقات أو في كتاب رب العالمين بأكمله تجد أن الموت من قضاء الله ومن قدره. وإذا كان الموت من قضاء الله ومن قدره، إذا نحن مأمورون بالتسليم وبالرضا لقضاء الله وبقدره،
قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فسلموا الأمر لله رب العالمين وصبروا على ابتلاء الله رب العالمين، فهذا هو الإيمان نفسه. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فربط رب العالمين الصبر بالإيمان وبالاهتداء. لماذا؟ لأن أجر الله رب العالمين واقع لا محالة، وما هي إلا أسباب ومسببات يسببها رب العالمين لنفاذ الأمر. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا وقفت مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ منها العبرة والعبرة على ما ابتلاك الله رب العالمين به في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن رضي اجتباه وإن شكر اصطفاه. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قبر امرأة وهي جالسة على قبر ولدها تنتحب من البكاء وتبكي، فأراد النبي بأن يعلمها بأن هذا الأمر هو بقضاء الله وبقدره ولا راد لقضائه. فقال لها النبي: يا أمة الله اتق الله واصبري، يا أمة الله اتق الله واصبري. ولكن المرء من جزع المصيبة والبلاء قالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وهي لم تعرف النبي. فقالوا لها: ويحك إنه رسول الله. فقالت: يا رسول الله لم أكن أعرفك. فقال لها النبي: يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أجمل الصبر وأعظمه وأحلمه هو الصبر عند علمك بوقوع المصيبة، فالأجر من الله مضاعف. ولك بالنبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. مات أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في حياته إلا فاطمة. ماتت زينب ورقية وأم كلثوم، ومن قبلهن أبناءه الذكور القاسم وإبراهيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم أمته بأسرها الصبر، لأنه هو القائل والمفسر: أعطيت أمتي عند المصيبة شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. ما هو يا رسول الله؟ قال النبي: أعطيت إنا لله وإنا إليه راجعون. بل هو القائل: إذا سلم العبد المؤمن الأمر لله، أي صبر عند المصيبة واسترجع لله رب العالمين وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، كتب له 3 خصال من الخير. الأولى الصلاة من الله رب العالمين والرحمة. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الثانية تحقيق سبل الهداية. قال تعالى: وأولئك هم المهتدون. الثالثة أنك تثاب من الله رب العالمين جزاء لما صبرت وحمدت واسترجعت في الدنيا. إذن الموت واقع لا محالة، وأنت خارج من الدنيا لا محالة، وإما أن تكون عاملا عملا لتستعد به لكي تقف أمام الله رب العالمين مستورا، لا تقف أمام الله رب العالمين مخزولا. أن تكون عاملا لعمل ومستعدا لرسائل الموت التي تأتي إليك كل يوم، مرض وشيب وفراق الأحبة. لما نام عبد الملك بن مروان على فراش الموت رأى غسالا يغسل الثياب، فقال: يا ليتني كنت أكتسب يومي بيوم وأشتغل بطاعة الله رب العالمين وبذكره، ولم أتولى أمرا من أمور المسلمين. لأنه علم أنه قد يكون انشغل عن طاعة الله رب العالمين. أنت ستموت وداخل إلى القبر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وذاهب إلى القبر الذي قال فيه النبي: إما روضة من رياض الجنة، وأنت بيدك أن تجعله روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إلى القبر الذي كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا شيع جنازة إلى المقابر أغمى عليه من البكاء،
فيحمل على الأعناق ويعود إلى بيته كالجنازة، فإذا أفاق من إغماءته يقولون له هون على نفسك يا ابن عفان، فيقول وكيف أهون على نفسي والقبر أول منازل الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجا منه العبد فقد أفلح وأنجح، وإذا عذب فيه فقد خسر الآخرة كلها. ألم ينزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أين أنت من القبر؟ أو أين أنت من ذكر الموت وأنت ميت؟ يا من تجمع مالا، والله إن الدنيا فانية، وستترك ما جمعت خلف ظهرك ويكون زادا لورثتك يتنعمون به. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا عسله، وفي رب عند الإمام الترمذي إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، وفي رواية أخرى عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال النبي يوفقه الله تعالى لعمل صالح ثم يقبضه عليه. إذا لابد أن تستعد لهذا اليوم الذي تسأل فيه عن الدنيا، عما جمعت من مال. يا صاحب المال، يا من تعتدي على جارك ولا تبالي بالموت، يا من تختلف مع أخيك، ويا من تعتدي على أخيك ولا تبالي بالموت، أنت ستقف أمام الله رب العالمين للسؤال. ولله در القائل بقيت مالك ميراثا لوارثه فيا ليت شعري ما بقى لك من مال. القوم بعدك في حال تسره، فكيف بعدهم حالت بك الحال. ملوا البكاء فما يبكيك من أحد، واستحكم القيل في الميراث والخال. ولتهم عنك دنيا أقبلت لهم، وأدبرت عنك والأيام أحوال. إذا لا بد لكل مسلم أن يكون متهيئا مستعدا متجهزا للقاء رب العالمين في كل يوم. اليوم قد يتلى أمر رب العالمين على ما سمعنا ليلا نهارا، وقد يتبين فينا أمر رب العالمين ليلا نهارا، ورب العالمين يأمر بالعدل، ولا أن تكون ظالما، ولا أن تعتدي على أخيك أو على جارك، ولا أن تأكل حراما لأنك ستموت. وهو القائل الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ولكن اليوم قد تجد فينا آكل الربا، وقد تجد فينا آكل الحرام، وقد تجد فينا المعتدي على جيرانه، وقد تجد فينا آكل أموال اليتامى ظلما، ولا يعد لنفسه عند الله رب العالمين مكانا للسؤال. لماذا؟ وجب عليك أن تعلم بأنك موقوف، ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فلا بد أن يستعد ويهيئ نفسه للسؤال الذي سيطرح عليه من الله رب العالمين. ماذا صنعت في الدنيا؟ وبماذا أتيت من الدنيا؟ أنت اليوم قد تختلف مع جارك أو مع أخيك على 10 سم من الأرض، على شيء ليس له قيمة لما ستلاقيه عند الله رب العالمين. والخطب عند الله رب العالمين عظيم، لأنه هو القائل بنداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذا هو أمر الله رب العالمين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتبنى على الله الأماني. إذن أين أنت؟ وأين استعدادك لله رب العالمين؟ أو أين استعدادك لليوم الموعود الذي ستخرج فيه من الدنيا؟ اليوم الذي تنام فيه على خشبة الغد،
أو تحمل على آلة حباء وينادى عليك حينئذ يا ابن آدم تركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ يا ابن آدم استعددت للموت أم المنية عاجلت؟ ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن. يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكن. أنت اليوم مكبر ومفاخر تتزين وغدا تصير في التراب محنط ومكفن. تذكر وقوفك يوم العرض عيانا مستوحشا قلق الأحشاء حيران. إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها. هكذا تقف أمام الله رب العالمين مستورا في يوم ليس كأيام الدنيا ولكن في يوم عظيم شدته طويل مدته تقف الخلائق فيه 50,000 سنة شاخصة أبصارهم منفطرة قلوبهم وتبدو فيه الشمس من رؤوس الخلائق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عمرو تدن الشمس من الخلائق يوم القيامة حتى يكون بينها وبين العباد كمقدار ميل أو ميلين. أنت اليوم بينك وبين حرارة الشمس 93 مليون ميل ولا تتحمل حرارتها ولا شمسها ولا عرقها ولا شيئا من عذابها فما بالك بيوم القيامة ولن يكون بينك وبينها إلا كمقدار ميل أو ميلين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين في حديث آخر الجامع الطويل لآخر رجل قد يخرج من النار إلى الجنة فقال هو رجل يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يعني هو ما دخل النار وما باق عذابها ولا ألمها وما رأى من يعذب فيها كما قال رب العالمين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ولكن اعلم إذا كنت عاملا بطاعة الله رب العالمين أنت مسرور في الدنيا والآخرة. إذا كنت عاملا محافظا على فرائض الله آمنا بمعروف ناهيا عن منكر متجنبا للحرام وما قد يضيع عليك أعمالك الصالحة في الدنيا أنت تذهب إلى الله رب العالمين مستور. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال النبي يوفقه الله تعالى لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهؤلاء على قسمين: قسم يوقظ قبل موته بمدة يعني يجعله الله رب العالمين يتوب من غفلته ويعمل عمل صالح فيموت على الأعمال الصالحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالخواتيم. والقسم الثاني هو من يوفقه الله رب العالمين لتوبة وهو على فراش الموت ولكن أتبقى على حالك حتى تنام على فراش الموت وأنت لا تدري ولا تعلم كيف تكون الخاتمة وأنت لا تدري أتخرج إلى الله رب العالمين مستورا. هل يثبتك الله رب العالمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا عند الموت أم تخرج إلى الله رب العالمين مخزولا؟ فتزود من الدنيا وكن عاملا لطاعة الله رب العالمين. الموت حق على كل خلائق عند الله رب العالمين. قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إذن هي حقيقة. وإذا نزل البلاء أو الابتلاء بأحد فما عليك إلا الاقتداء بكتاب رب العالمين وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في الصبر
للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا من مارية المصرية التي أهداها له المقوقس عظيم مصر، ويفرح النبي بمولده فرحا شديدا، حتى أنه بشر مولاه أبا رافع فأهدى له عبدا إكراما بمولده. ويقول أنس: خرج علينا النبي ضاحكا مستبشرا، وهو يقول: ولد لي الليلة ولدا فسميته إبراهيم على اسم الخليل إبراهيم عليه السلام. وتصدق النبي عن وزن شعره فضة، وذبح عنه كبشين أملحين. أنا الآن أصف لك فرحة النبي بمولده، أصف لك فرحة النبي بمولد إبراهيم ولد النبي، لترى كيف كان صبر النبي عند الموت. بلغ الغلام 16 شهرا، وابتلاه الله رب العالمين بالمرض، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتمدا على يد عبد الرحمن بن عوف، ويأخذ الغلام من حجر أمه ويضعه في حجره وهو محزون القلب ضائع الحيلة، ويقول لولده: يا إبراهيم، والله إنا لا نغني عنك من الله شيئا. ثم تزرف عين النبي صلى الله عليه وسلم بالدم، ويكمل الكلام لولده وفلذة كبده، ويقول له: يا إبراهيم، والله لولا أنه أمر حق ووعد صدق، أي الموت، وإن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من ذلك، ولكن تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا هو حزن النبي الذي مات أولاده جميعا في حياته إلا فاطمة، ولكنه يعلم أن ما عند الله رب العالمين للراضي خير وأبقى. رب العالمين يخاطب داود عليه السلام ويقول له: يا داود، أتدري من هم أسرع الناس مرورا على الصراط؟ فيقول داود: من يا رب؟ فيقول رب العالمين: الصابرين الذين يرضون بقضائي وألسنتهم رطبة بذكري. فتب إلى الله رب العالمين، واعلم أنك عن قريب أو بعيد من الله راحلا، فتزود من الدنيا قبل الموت، واجمع لآخرتك قبل أن تعرض على الله رب العالمين. أقول قولي هذا والتائب من ذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذا كان الموت حقيقة للجميع، والله رب العالمين أمرك بأن تكون مستعدا للقائه، وإذا كنت محبا للقاء الله رب العالمين أحب الله لقاءك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وقال: الكيس أي العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. بل هو القائل صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فاعتروا ما يبقى على ما يفنى. بل هو القائل صلى الله عليه وسلم مبينا ومعلما لنا حقيقة الدنيا، وأنها إلى زوال وإلى فناء وإلى اضمحلال تسير. أنت كم تعيش في الدنيا؟ 100 سنة إن قدرك العيش 100 سنة. 15 سنة في بداية عمرك كانت صبوة وجهلا، و30 عاما بعد 70 إن قدر لك عيشها فهي ضعفا وشيبة، وقد بلغت من العمر أرذله. ومتوسط 100 عام بأسرها، بعضه أكل وشرب ونوم، والمأخوذ منه للعبادة عند الله رب العالمين قليل. أفلا تشتري أنت هذا القليل بالكثير عند الله رب العالمين في الآخرة؟ إياك وأن تكون آكلا لحرام، إياك وأن تكون آخذا لرشاء، إياك وأن تكون
أكون آكلا لأموال اليتامى ظلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا النبي العصر ثم قام فينا خطيبا فلم يترك شيئا قبل قيام الساعة إلا أخبرنا به، فحفظه من الناس من حفظه ونسيه من نسيه، حتى جعل الناس يلتفون إلى الشمس هل بقى منها شيئا، فقال النبي: يا أيها الناس ألا إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه. إذا فأنا أستحلفك بالله، هل من عاقل يؤثر دار الفناء وقال عنها النبي على ما يزيد من 1400 قرن كبقية يوم من صلاة العصر إلى أذان مغربه؟ هل من عاقل يؤثر دار الفناء والزوال على دار الخلود والبقاء عند الله رب العالمين؟ هل من عاقل يؤثر دنيا فانية على دار سدرها مخضود وطلحها منضود وظلها ممدود ومائها مسكوب وفاكهتها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة على دنيا فانية إذا شرب من ماؤها شرب وإذا حبس طعامها في المعدة قتل؟ يا ابن آدم لا تغررك عافية عليك طافية فالعمر معدود، ما أنت في الدنيا إلا كزرع عند خضرته بكل شيء من الآفات مكسور، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محصور. أنت ميت ميت، يعني مهما طال بك العمر ومهما كنت جميعا لمال أنت ميت ميت. سل الأيام ما فعلت بكسرى وقيصر والقصور وساكنيها، أما استدعتهم للموت طرا فلم تدع الحليم ولا السفيها، دنت نحو الدنيء بسهم خطب فأصمته ووجهت الوجيه، أما لو بيعت الدنيا بفلس ألفت لعاقل أن يشتريها. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه ليكون نبراسا لأمته جميعا، فقال: يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى وهو لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقى وهو لا يدري ما الله قادم فيه. اسمع: فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن صحته لمرضه، ومن دنياه لآخرته، فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة، والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعة، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بحق هذا اليوم الذي هو نور في الأرض وفي السماء أن تغفر لفقيدنا. اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعله من سكان الجنان. اللهم اجعله يشرب شربة بيد النبي لا يظمأ بعدها أبدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويأمر بالفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وربكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاشتراك والإعجاب وترك تعليق أسفل الفيديو، ولا تنسى أيضا مشاركة مقطع الفيديو مع الأصدقاء.